يعني مسلم معلومة من الدين بالضرورة وهو يزعم أنه مسلم، مثل الحجاب، مثل انظروا إيران هذا هو الفارق، تقول إنها دولة إسلامية، لكن إيران من تقود السيارة بدون حجاب طلعوا قرار تصادر السيارة، سيارتها إذا أوقفها رجل المرور يصادر السيارة. الذين يقولون إن إيران دولة غير إسلامية، دولة مجوسية، المفتي المجنون مفتي السعودية العربية، مفتي العربية السعودية يقول إن الفيلم الذي كلفته إيران 40 مليون دولار في الجزء الأول من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صباه، في طفولته وصباه، والعالم الغربي والذين تنصروا والذين ألحدوا لا شغل لهم إلا سب رسول الله. وهؤلاء الذين الصهيونيين المسيحيين ليل نهار لا عمل لهم إلا سب رسول الله وإهانته، أي يسبون رسول الله ويهينونه ليل نهار. طيب إذا جاءت إيران فعملت، إيران جاءت وعملت فيلما حتى تبرز حياة رسول الله، لأن المسيحيين والمتصهينين يقولون إن النبي لم يكن ابن حلال ابن زنا، ويقولون إنه هو نصاب، ويقولون إنه كذاب، يقولون كل الموبقات في رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تأتي إيران لتصنع فيلما فيأتي مفتي السعودية على الشيخ الأعمى، أعمى البصر والبصير، هو أعمى البصر والبصير، هو شاءه. طيب أعمى البصر والبصير كيف يحكم على فيلم؟ يا أخي أنت أعمى، يا أخي أنت أعمى، يعني تحكم على القضية؟ هل شاهدت الفيلم؟ لا. هيشاهدوا ازاي؟ يشاهدوا بالإياه، بس هيكون في جهنم هو إن شاء الله بإذن الله رب العالمين، لأن الوهابية هي أصل جهنم. الوهابية هي جهنم الدنيا والآخرة. عندما تكون وهابيا اعلم، خذها مني خالدة ثالثة، ستكون إرهابيا فتكون في جهنم في الدنيا ثم جهنم في الآخرة، لأنكم أنتم الخوارج الذين تصنعون فكر الخوارج، يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز تجسيده، لا يجوز تجسيد رسول الله. طيب هم لم يجسدوا، يعني لم يأتوا بوجه من ظاهره. طيب نحن نخطب، وما اعرفش قال الشيخ أعمى بيخطب ولا لا، لكن نخطب الآن ونقول وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ورفع يده، ويشير الإنسان بيده. طيب هو يجسد الرسول للخطيب ولا لا؟ وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كذا وماذا وكذا، مقلدا رسول الله. هذا التقليد تجسيد أم لا؟ هل عندنا نص يقول لا يجوز تجسيد؟ هذا اجتهاد يعني، فيقول هذا باطل وفعل مجوسي. طب دخل المجوس، طيب المجوس دخلهم ايه بالنبي؟ المجوس كافرين بالنبي. طب هل يجسدون النبي ويصنعون له افلام تعبر عن حياته وتدافع عنه؟ لا. الغريبة ان ايران دولة تنتمي الى صحيح ان هم فرس، لكنهم كدولة فارسية يقولون صلى الله على محمد وآل محمد، ولا يقبلون اي كلام في الدين الا من محمد وآل محمد. طب السنة بقى يقبلون من البخاري وهو فارسي مجوسي، ومسلم فارسي مجوسي، والترمذي فارسي مجوسي، وابو داود فارسي مجوسي، والنسائي فارسي مجوسي، وابن ماجه فارسي مجوسي، كلهم مجوس. يعني نحن نأخذ مراجعنا كسنة من كتب الحديث التي صنعها الفرس المسلمون، لكن أنت تريد أن تسمي كل فارسي مجوسي. طيب عندنا حديث صحيح يقول لو كان الإيمان في السرية لتناوله رجال من فارس. طيب يعني هم الفرس كلهم حلوين؟ لا، فيهم كتير زي الطين،
وأنا أخالف سياسة إيران في معظم الوقت، وتحدثت إلى رئيس إيران بطريقة جافة جدا العام الماضي. يعني لست، لكن أنا أبين عالمنا إيران السعودية تمنع المرأة تأخذ السيارة وتقول ممنوع، ويقول لك 40 سبب حرام. 40 سبب. أنا لقيته عالم سعودي كاتب 40 سبب لحرمة قيادة المرأة للسيارة، كلها خيالات يعني، بس هو 40 كتب 40 سبب. يعني أنا زهقت من كتر ما قريته. هو خيال. واحد كان بيحلم، حشاش يعني بيحلم، عارف حشاش هو بيحلم، فجاب 40 سبب لأن المرأة يحرم أن تقود السيارة. إنما نجيب لها واحد فلبيني ولا نجيب لها واحد يسوقها العربية، دي بقى جاز. لكن ده مش موضوعنا على كل. وإيران تقول من تقود السيارة وهي لا تلبس الحجاب ستصادر السيارة ولن تخرج إلا بأمر من القاضي. أنه أقرب إلى الله. ربنا عز وجل بيقول على المؤمنين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه إيران التي أنا سافرت إلى إيران ولم تعجبني بالمناسبة، وشعرت أن بعض الإيرانيين عندهم حزازية من العرب. اشتكت بلباسي هذا، وهذا يعني أن شكلي خليجي ويجعلهم مصفوضة نفسهم، فحتى إذا لقيته مشيت في الطريق لا أحد يلقي علي السلام، ربما اعتبروني إيه وهابي أو شيء من هذا القبيل. لكن على كل ليس هذا الموضوع، أنا بتكلم عام 96. لكن أنا نقطتي أقول هذا التنافس بالألقاب. التونسي يدافع عن تونسيته، والمغربي يدافع عن مغربيته، والمصري يدافع عن مصريته، والسعودي يدافع عن سعوديته، واليمني يدافع عن يمنيته، وهكذا. هل هذا دين؟ هل هذا هو الإسلام؟